السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين يا سنة تالتة، عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتونا كتير جدا جدا. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلام يا رب. وانا سمعت كده ان انت خايف من ايه؟ من الباراجراف اللي عملوه ده. حاجات سهلة جدا يا ابني، حاجات سهلة قوي. خايف وقلقان كده وعمال تعيط وبتاع ليه؟ لا لا لا، ما تعيطش. ان شاء الله المواضيع كلها سهله باذن الله، والحاجات دي كلها انت خدتها اللي انا هديها لك يعني دلوقتي تاني. تمام، يلا هنشوف يعني ايه باراجراف واهم الباراجرافز اللي موجوده عندنا يا سنه ثالثه. يلا بسرعه. بص بقى يا حبيبي، مش احنا كانوا بيجيبوا لنا صوره وبيقولوا لنا جيبوا عليها جمله، صح؟ المره دي بيقوليش هات جمله واحده، بيقول لي هات كذا جمله كده مع بعض. ازاي؟ يعني اول موضوع عندي هنا helping at home، يعني المساعدة في البيت. انت بتساعد ماما ازاي في البيت؟ تمام، يلا نشوفها كده ازاي مع بعض. اول حاجة I can help my mom، انا اقدر اساعد مامتي. ركز كده معايا، الجملة اي جملة هنكتبها مع بعض اول حرف فيها لازم يكون capital letter، لازم يكون حرف كابيتال. تمام، وبعد ما بخلص الجملة اوعى تنسى الفول ستوب، اوعى تنسى. تمام كده يا حبيبي؟ يلا، يبقى اول حاجة معايا في الموضوع بتاعي الاولاني ده I can help my mom. تمام كده، انا اقدر اساعد مامتي. اساعدها ازاي؟ بصوا تاني جملة بتقول ايه؟ I clean the kitchen، انا بنظف المطبخ. تمام، وحاجة تانية بقدر اعملها، ايوه I set the table، وبوضب الترابيزة طبعا عشان هناكل. تمام كده، وحاجة تانية اقدر اعملها، ايوه ركز كده معايا I make my bed، يعني انا برتب السرير بتاعي. بعد كده I sweep the floor، أنا بكنس الأرض. تمام كده، ركز كده معايا زي ما قلت لك أول حرف لازم يكون capital letter. وبعد كده يا حنين بعد ما بنخلص أي جملة بصي لازم يكون فيها إيه في الآخر؟ فول ستوب، ما تنساهاش. صغيرة مش شايفها أهي يا سيدي، ما تقوليش صغير أهي. تمام كده يا حبيبي؟ الله، ممكن يغير لي العنوان. تمام، How can you help your mom؟ انت ازاي تقدر تساعد مامتك؟ هي نفس اللي احنا هنكتبه هنا بالظبط، بس هو ضحك عليا وراح شايل العنوان على طول. يا رب تكون فهمت. سهلة. هنتكلم دلوقتي على healthy habits أو العادات الصحية. تمام، أو ممكن يقول لي healthy lifestyle، العادات الصحية برضو أو الحياة الصحية بتاعتك، يعني ازاي تكون healthy. تمام، أي حاجة هتكون فيها كلمة healthy هنكتب ده على طول. ايه ده يا حنين، ده كبير قوي؟ لا مش كبير ولا حاجة. أولا انت بطل، انت عارف الحاجات دي. ثانيا تعالى كده نشوفها مع بعض، ولو طلعت صعبة يا سيدي قول لي يا حنين انها صعبة. اتفقنا؟ يلا كده مع بعض. ازاي اكون شخص healthy؟ ازاي اكون صحي، جسمي كويس وصحتي كويسة؟ ازاي؟ اول حاجة مع بعض I sleep for 8 hours، يعني انا بنام لمدة 8 ساعات. ايوه انا بنام لمدة 8 ساعات. خلي بالك اول حرف كابيتال، خلصت الجملة ما تنساش الفول ستوب حبيبي، ماشي؟ I sleep for 8 hours. الله، وبعمل ايه كمان؟ I drink water، يعني انا بشرب مية. ايوه I drink water، انا بشرب مية. طب ما كلنا بنشرب مية، ايوه علشان نكون healthy. بعد كده I don't drink cola، أنا مش بشرب كولا خالص عشان أكون healthy. طب اللي بعد كده I play tennis، أنا بلعب تنس. تمام، وبعمل إيه كمان؟
I don't play video games. أنا مش بلعب فيديو جيمز. أمال بتلعب إيه يا حبيبي؟ تنس. بعد كده I walk to school. أنا بمشي للمدرسة. طيب سؤال بس يا حنين معلش، هو دلوقتي أقدر إن أنا أكتب الجمل دي بس مش مترتبة؟ أيوة براحتك. يعني ممكن في الأول أقول I play tennis مثلا، أنا بلعب تنس. ممكن أقول I don't drink cola، أنا مش بشرب كولا. أي حاجة بتخليك unhealthy، بتخليك healthy، ما بتخليكش unhealthy. تمام كده؟ تمام. المهم تكتب الجملة صحيحة. يعني ما ينفعش تقول I drink don't cola. no، ما ينفعش. الجملة لازم تكون صح. والله حطيتها في أول، حطيتها مش في الأول، براحتك زي ما أنت عاوز. المهم إن الجملة تكون صح. أنا لما بقول لك دلوقتي إيه الحاجات اللي تخليك healthy، فأنت هتقولي إن أنا بنام الصبح، بنام 8 ساعات، ما بشربش كولا، بشرب مية، بلعب تنس، ما بلعبش فيديو جيمز. صح؟ الحاجات دي بقى انت عايز تقولها كده ورا بعض، ماشي. عايز تقول مثلا انا ما بلعبش فيديو جيمز الاول، ماشي براحتك خالص، زي ما انت عاوز هنا، زي ما انت عاوز بالظبط. اتفقنا كده؟ نقولها تاني مع بعض. I sleep for 8 hours، يعني انا بنام لمدة 8 ساعات. I drink water، يعني انا بشرب مية. I don't drink cola، أنا مش بشرب كولا. I play tennis، أنا بلعب تنس. و I don't play video games، أنا مش بلعب أي فيديو جيمز. تمام. I walk to school. بص بقى يا جميل، healthy lunch box. يعني ايه lunch box يا حبيبي؟ يعني اللانش بوكس اللي بناخده معايا المدرسة. انت يا حبيبتي مش عارفاه ولا ايه؟ لا عارفاه، بس انا بسألك يعني. تمام. ممكن يقول لي healthy lunch box، يعني lunch box صحي. ممكن يقول لي your lunch box، يعني اللانش بوكس بتاعك. تمام. اي حاجه فيها لانش بوكس، اي حاجه فيها لانش بوكس هنكتب دول. نقول تاني، اي حاجه فيها لانش بوكس هنكتب دول. تمام. يلا نقول بسم الله. لغايه كده الحاجات مش صعبه بقى، ما تهزروش بقى، ما تهزروش بقى. يلا. sorry. I help my mom، أنا بساعد مامتي في إيه؟ prepare، في تحضير، وإحنا خدناها قبل كده في الكلمات. prepare my lunch box، في تحضير اللانش بوكس بتاعي. نقول تاني. I help my mom prepare my lunch box. بص بقى، انت كده خلصت الجملة، فاحنا عملنا ايه؟ فول ستوب. برافو عليك. تمام. I help my mom prepare my lunch box، يعني انا بساعد مامتي في ان هي تحضر لي اللانش بوكس بتاعي. تمام. يلا نشوف بقى بساعدها في ايه وبعمل ايه. I wash، انا بغسل ايه؟ the vegetables، الخضروات. يعني عرفت انا بساعدها في ايه؟ I wash the vegetables، انا بغسل الخضروات. الكلمات دي كلها انت واخدها وحافظها انا متأكدة. اللي بعد كده I cut، أنا بقطع the carrots، الكاروتس، الجزر. تمام. عايز تكتب the carrots and the cucumbers براحتك خالص. تمام. I have، أنا باخد معايا some fresh orange juice، شوية عصير أورنج، عصير برتقال فريش. تمام كده. نقولها تاني حبيبي. healthy lunch box، أي حاجة فيها lunch box، سواء بقى نقول healthy lunch box، سواء your lunch box مثلا، أي حاجة فيها lunch box هنكتب كده. يلا اعدل نفسك، ظبط نفسك كده وظبط نفسك وخليك مركز معايا، ركز معايا. تمام. يلا. I help my mom prepare my lunch box، أنا بساعد مامتي في تحضير اللانش بوكس بتاعي. I wash the vegetables، يعني أنا بغسل الخضروات. I cut، بقطع the
carrots. أنا بقطع الجزر. I have some fresh orange juice. يعني أنا باخد شوية orange juice يكونوا إيه؟ طازة. تمام؟ ركز معايا بقى في الحاجات اللي أنا هقولك عليها دلوقتي. تمام؟ How to keep healthy. إزاي تحافظ على صحتك. حلو؟ ممكن نكتب الباراجراف اللي احنا كتبناه عن الهيلثي في الأول خالص. تمام كده؟ ماشي؟ وممكن نكتب الباراجراف ده براحتك زي ما انت عاوز. ازاي تحافظ على صحتك؟ ممكن اقول I sleep for 8 hours, I exercise, I don't drink cola. الكلام ده كله خلاص اللي احنا قلناه قبل كده. ماشي؟ طيب هنا واحد تاني، لو انت عيان ازاي برضو تحافظ على صحتك؟ خلاص، اول حاجة don't touch your face. ان انت ما تلمسش وشك. تمام؟ eat healthy food. كل أكل صحي. wash your hands with soap. تغسل إيديك بالصابون. stay at home. بتقعد في البيت if you feel sick. لما تحس إن أنت عيان. نقولها تاني. تمام؟ how to keep healthy. ازاي تحافظ على صحتك. ماشي؟ don't touch your face. ما تلمسش وشك. طب انت عيان بقى، ما تقعدش بقى تحط ايدك هنا وايدك هنا وكده. تمام؟ eat healthy food. كل طعام صحي. wash your hands with soap. يعني تغسل ايديك بصابون. stay at home if you feel sick. لو انت حاسس ان انت تعبان تخليك ايه؟ قاعد في البيت. ماشي كده؟ لو انت عايز تكتبه اكتبه، انا قلت اديهولك كده كزياده يعني. بص يا حبيبي، فاكر لما كنا بناخد الاسئله بتاعه تشوز اللي احنا كنا بناخدها دي في امتحانات اكتوبر، وقلت لك ان البادي بوينتس دي مهمه جدا جدا جدا. الناس اللي تابعت معايا الاسئله وجت في الامتحان، تمام؟ فاكرينها؟ تمام. بصوا بقى، دي سهله جدا. ساعتها انا قلت لك لازم تحفظها، احنا حفظناها اهو وحطيناها جنب بعض. تعالى كده لما نشوف body parts يعني اجزاء الجسم. ماشي؟ اجزاء الجسم، اي حاجه هتجيلي عن اجزاء الجسم هكتب دي. ايوه، على مسؤوليتي انا الشخصيه. تمام كده؟ يلا بسم الله. اول حاجه احنا قلنا ان my heart قلبي وظيفته ايه؟ pumps pumps blood to my body. يعني بيضخ الدم في قلب الجسم بتاعي. نقول تاني my heart pumps blood to my body. تمام؟ الله يا حنين عليكي. طيب اللي بعد كده ايه؟ خلي بالك مايا اهي انا عملتها كابيتال علشان مش عشان دي في اول الجمله وبس، عشان مش في اول حاجه يعني، لا عشان دي في اول الجمله. my heart يعني قلبي pumps blood بيضخ الدم to my body. تمام؟ نشوف اللي بعد كده. my skin الجلد بتاعي. تمام؟ protects my body بيحمي جسمي. ما هو انت كده كده لازم تذاكرهم دول علشان دول بيجوا في الامتحان حتى لو ما كانش عندك باراجراف. تمام؟ my skin protects my body. تمام؟ خلصنا تاني جملة اهي. نشوف بقى العظم بتاعي ده لازمته ايه؟ my bone يعني عظمي. ماله؟ يعني العظمة دي بتساعدني ان انا اتحرك. my bone helps me move. تمام؟ بتساعدني ان انا اتحرك. اخر حاجة معدتي بقى. my stomach يعني المعدة بتاعتي مالها يا حلوين؟ digests food يعني بتهضم الاكل. تمام؟ نقول تاني my heart الهارت القلب بتاعي pumps blood to my body. تمام؟ بيضخ الدم لجسمي كله. my skin يعني جلدي protects me my skin protects my body يعني بيحمي الجسم بتاعي. تمام؟ my bone العظم بتاعي helps me move بيساعدني ان انا اتحرك. my stomach المعدة بتاعتي digests food يعني بتهضم الاكل.
يا ريت ما ننساش اللايك يا جماعه، يا ريت بالله عليكم ما تنسوا اللايك. ركز معايا بقى في الحاجات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي، تمام؟ how to keep healthy، ازاي تحافظ على صحتك. حلو. ممكن نكتب الباراجراف اللي احنا كتبناه عن الهيلثي في الاول خالص، تمام كده؟ ماشي. وممكن نكتب الباراجراف ده براحتك زي ما انت عاوز. ازاي تحافظ على صحتك؟ ممكن اقول I sleep for 8 hours، I exercise، I don't drink cola، الكلام ده كله خلاص اللي احنا قلناه قبل كده. ماشي. طيب هنا واحد تاني، لو انت عيان ازاي برضو تحافظ على صحتك؟ خلاص، اول حاجة don't touch your face، ان انت ما تلمسش وشك، تمام؟ eat healthy food، كل اكل صحي. wash your hands with soap، تغسل ايديك بالصابون. stay at home، بتقعد في البيت if you feel sick، لما تحس ان انت عيان. نقولها تاني، تمام؟ how to keep healthy، ازاي تحافظ على صحتك. ماشي. don't touch your face، ما تلمسش وشك. طب انت عيان بقى، ما تقعدش بقى تحط ايدك هنا وايدك هنا وكده، تمام؟ eat healthy food، كل طعام صحي. wash your hands with soap، يعني تغسل ايديك بصابون. stay at home if you feel sick، لو انت حاسس ان انت تعبان تخليك ايه؟ قاعد في البيت. ماشي كده؟ لو انت عايز تكتبه اكتبه، انا قلت اديهولك كده كزياده يعني. يلا. doctors and nurses، يعني الدكاتره والممرضات وما تقعدش. ماشي. help us، بيساعدونا، تمام كده؟ they are kind، يعني هم طيبين. they check our health، يعني بيعملوا ايه؟ بيفحصوا صحتنا، بيخلي بالهم من صحتنا، بيكشفوا علينا يعني. ماشي. they give us، بيدونا ايه؟ حلويات؟ لا، بيدونا medicine. ايوه يا حبيبي، مش بيدونا حلويات. they give us medicine، بيدونا دواء. they are important to us، يعني هم مهمين لينا جدا. تمام كده يا سنة تالتة، أكون خلصت معاكم بارت 1. احنا كده خلصنا الباراجرافز اللي موجودة في يونت 1 ويونت 2 كلها، تمام؟ احنا كل فيديو هنعمل 2 يونتس بس هستأذنكم يا سنة تالتة واستحلفك كده بالله، ماشي، ان انتوا لو سمحتوا تعملوا لي لايك، تمام؟ انا هأمنك امانه، لو انت فهمت الحاجات دي، مش ده بس يعني عموما، لو انت فهمت الدرس كله تعمل لي لايك، ماشي، وتشترك في القناه. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير، سلام عليكم.